السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا صباح الخير والجمال والسعادة. طبعا أنا غايبة عنكم بقالي كام يوم وكده، والنهاردة هو يلا نبتدي حلقتنا. طبعا زي ما انتوا شايفين أنا رحت النهاردة اتسوقت بقى كده وجبت لي حبة حاجات، البيت كان ناقصه حبة حاجات. نزلت جبت بقى ده عيش فلاح اهو زي ما انتوا شايفين. العيش الفلاحي ده عندنا بنسميه عيش ملدن بقى في الشرقية وكده، أحلى عيش تاكلوه العيش الشرقاوي. هنا بقى جبت بنجر، البنجر ب20، جبت على قدنا كده نص كيلو ب10، لأن طبعا أولادي يعني ولادي ربنا يحفظهم مش بياكلوا قد كده. هنا بقى جبت بسلة اهي، وجزر وكده عشان اعمل لهم ان شاء الله، بقى اعمل لهم طاجن تورلي زي اللي عملته قبل كده. ودي بطاطا، لقيت البطاطا حمرا كده مغرية، قلت اما اجيب منها. وهنا بقى جبت سمك اهو، هنعمل النهاردة ان شاء الله ده سمك بوري. جبته ب130، قلت ان شاء الله هنشويه انه هديه للراجل يتشوي وكده. جبت دي البطاطس الرملية بقى، اكيد كله عارفها، اللي هي الاسبونتا اللي معروفة بقى بتاعة الشيبس والتحمير، بتبقى ما شاء الله رهيبة في الآلية. وده جزر. برضك الجزر يا جماعة مش كترت منه يعني، وكده جبته نص كيلو برضك، قلت على قدنا. هنا بقى انا بوريكم اهو الحاجات اللي انا اتسوقتها النهارده. بصراحة ما شاء الله اللهم صل على النبي، السمك كان جميل قوي. بطنه بيضة كده، هو يعني شمعة سبحان الله، ولحمه يعني الخياشيم بتاعته لونها أحمر، دليل إن هو طازة طازة يعني. ربنا يجعله يا رب بالهنا. هنا بقى هخش بقى أشوف هعمل ايه. هنا بقى قلت هحضر لهم بقى الفطار بعد ما ألم الحاجات دي كلها. زي ما انتوا شايفين أنا عماله اركز لكم على البنجر وعلى العيش بالذات. العيش ما شاء الله يعني شكله مغري مغري. ده بقى عايز حته جبنه قديمه كده او جبنه فلاح اللي هي المش بقى ابو دودو ده، تاكليه بقى مع حته طعميه مع بطاطسايه مقليه كده يعني. هنا بقى قلت احمر بطاطس عشان العيش. هنا بحمر البطاطس اهو، قشرتها وقطعتها وغسلتها زي ما انتوا شايفين ما شاء الله لونها ذهبي ازاي في الآلية. غير البطاطس التانية يا جماعة، لو تلاحظوا ان البطاطس التانية بيبقى لونها ابيض، السبونتا دي اللي هي بتاعة الشيبس بيبقى لونها ذهبي. هنا بقى بحمر بيض اهو في السمنة وكده عشان اللي بياكل البيض مقلي. مركزة معاكم او على يعني على البطاطس وكده عشان تشوفوها حلو. ده بيض اهو، انا عمالة حطيت معلقة سمنة بلدي وقلت هحط فيه بيضتين. زي ما انتوا شايفين بقى، هنا كنا خلصنا الفطار، سلقنا بيض اللي بياكل المسلوق. ودي البطاطس المحمرة. وهنا بقى قطعت طماطم وخيار وفلفل. طبعا قرن الفلفل ده ليا مش لحد تاني يعني. هنا بقى ده البيض المقلي معايا اهو برضه، هفطرهم وبعدين يلا هنشوف هنعمل ايه تاني. هنا بقى كنا فطرنا وشطبنا المطبخ مكاننا الحمد لله. دخلت بقى على البطاطا زي ما انتوا شايفين بقى البطاطا وجمالها كده. قلت هنقعها وارجع اغسلها، لان طبعا البطاطا بغسلها كذا مرة عشان طبعا الطينة اللي هي مركزة فيها. هنا بقى كنت شلت الزوايد اللي هي مش كويسة في البطاطا وغسلتها غسلتين كده مية مية. شلت منها الشوائب اللي كانت عليها زي ما انتوا شايفين، بوريها لكم زي الشمعة اهي. هبتدي بقى ان انا احطها تحت الشواية تتشوي معايا براحتها. طبعا طالما فطرنا بقى والبوتاجاز فاضي اشغل بقى الفرن عادي. هنا بقى انا كنت حطيتها اهو. هنا ابتدت تنزل العسل بتاعها، شايفين ما شاء الله اللهم صل على النبي. هنا بقى كنا عملنا البطاطا وخلصنا دخلنا على الغدا. ادي السلطة عملتها، سلطة بقى جزر وبنجر، وده السمك اهو بعد ما راح اتشوى. طبعا انا بعدت ابني بيه وكده قلت له روح اشويه. وهنا عملت حبة رز، وده طبق سلطة تاني اهو. طبعا بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.